هي صوتت بقى وبهدلت الدنيا. ازيكم يا شباب؟ الحمد لله تمام. انت اخبارك ايه؟ الحمد لله كويسه. اسمائكم ايه؟ اسمي حسن محسن. حضرتك صديق المتولي. ايه؟ صديق المتولي. صديق، تمام. طيب احكوا لي موقف محرج حصل معاكم ايام الامتحانات. والله هو الموقف ده حصل يعني الامتحان اللي قبل اللي فات. كنا جايين في العربيه واحنا اساسا من متغمر، فالمواصلات مثلا بتقعد سكه نص ساعه في العربيه. تمام. فكنا بنراجع انا وصديق الامتحان بتاع السنين اللي فاتت. من النوع صوتي عالي شويه، فواحده قدامنا قامت قايمه بقى واقفه مزعقه في العربيه. فهو الراجل فاتح التليفون يعني وبنراجع امتحان السنه اللي فاتت وبيعلي صوته في العربيه. بتلقائيه يعني. بتلقائيه. فاحنا قاعدين في الكنبه اللي ورا خالص في العربيه، وفي بنت قاعده قدام في الكرسي اللي ورا السواق على طول. تمام جدا. لقينا مره واحده طلعت قامت زعقت فينا وعماله تقول لي انتوا وانتوا لوحدكم اللي بتمتحنوا، هو انتوا مش عارف ايه. قول لنا طريقتها. هي صوتت بقى وبهدلت الدنيا. ما خلاص بقى مش عارف ايه، هو انتوا لوحدكم اللي بتمتحنوا، احنا عايزين نركز مش نركز وبتاع. فالراجل رد عليها فبقول لها بالراحه حضرتك يعني ما ينفعش كده، انتم مهزئين وانتوا لوحدكم. ايه ده قالت مهزئين؟ انتوا لوحدكم اللي بتمتحنوا برضه، احنا اولاد ناس وعندنا لا وكل ده وعايزين نراجع. وكل ده والسواق بقى ايه مش هنا خالص، السواق مشغل الاغنيه اللي هي طالعه ترند اللي هي خلاص عرفناها طبعا الناس كلها عرفناها. انا قلت لها يعني انت سايبه بقالك اسبوع قبل الماده وسايبه كل السبع ايام دول وجايه تراجع قبل الماده بنص ساعه. طب ما انتوا كمان بتراجعوا؟ لا ماشي احنا بنراجع امتحان السنه اللي فاتت مش الماده. هي بتذاكر، بتقول لنا براجع الماده كلها. هي بتذاكر الماده، هي بتقول انا ما ذاكرتش الماده. طب انت بقالك 7 ايام، طب ما تذاكر الماده. ذاكر الماده وخلاص يعني 7 ايام جايه في النص ساعه دي. طب الموقف انتهى على ايه طيب؟ الموقف انتهى بقى طبعا الناس بقى قالوا اهدى خلاص ومش عارف ايه، وكان معانا زمايلنا برضو قعدوا يهدونا انا والراجل ده. وهي برضو كان معاها اصحابها برضو قعدوا يهدوها وبتاع، والموقف يعني عدى يعني، بس لو طولت طبعا يعني ما كناش برضو ايه هنعمل حاجه، لان دي في الاول وفي الاخر بنت برضو. ربنا يوفقكم يا شباب. طب ايه الحاجات اللي بتضايقكم في العربيات او وسائل المواصلات عامه؟ السواقين بيعملوا ايه؟ السواقين وسلوك السواقين وتصرفات السواقين. يعني السواقين مثلا تيجي تركبي في الكرسي اللي قدام تلاقي السواق يقول لك لا ده محجوز، ده في واحد صاحبي جاي، في واحد تابعي جاي. تركبي ورا تتزنقي ورا، وممكن اصلا يعني الكنبه اللي ورا المفروض تاخد 3، لا هو يجبرك تقعدي 4. وتيجي تبص تلاقي اصلا الكرسي اللي قدام مركب فيه بنت، اول بنت تيجي تفتح الباب يقول لها اتفضلي يا حاجه. تمام جدا، ما هي بتسليه في الطريق بقى. تمام احنا ما يعجبناش كده. لا والشغلانه بقى بتاعت ايه الاغاني اللي هي طالعه ترند جديد، اللي هي الاغنيه خلاص تمام. بس هي دي الحاجه اللي بتضايقني في السواقين يعني. تمام. وحضرتك؟ مره انا وحسن كنا مروحين، احنا من النوع اللي يعني بنحب نهزر شويه في المواصلات. فالسواق قال اهدوا مش اهدوا، فقعدنا نسمع لبعض قرآن. حلو ده. نسمع لبعض قرآن. فبنقول للسواق هدي الاغاني، لا ما عجبوش. ازاي وكان عايز يوقف العربيه وينزلنا منها، وازاي ما تركبوش معايا انا اللي اسمع ومالكوش دعوه. وقعدنا بقى نصحح لبعض مثلا حاجات في القرآن وحاجات في الدين. يعني احنا يعني الحمد لله يعني الواحد قريب شويه من ربنا الحمد لله، يعني شويه ربنا يثبتنا يعني ويهدينا كمان ويهدي الناس اجمعين يا رب. فاحنا بنقعد ايه نصلح لبعض معلومات، مثلا واحد واخد فكره غلط عن حاجه في الدين كده بس. يعني احنا بنتكلم في حاجه ده حتى بركه في العربيه انك بتقرا قرآن وبتسمع وبتتكلم في الدين بس. تمام. بشكركم يا شباب. شكرا.